لو حضرتك متجوز أو هتتجوز بنت عمك أو بنت خالتك، احتمال ده يكون شكل ابنك أو بنتك. ولو حضرتك متجوزة أو هتتجوزي ابن عمك أو ابن خالك، فاحتمال ده برضه تكون صورة ابنك. هما دول أطفال طبيعيين؟ أكيد لا طبعا، دول مش أطفال طبيعيين. دول أطفال مصابين بأمراض. الطفل ده مصاب بمرض اسمه الثلاسيميا، وليه اسم تاني أنيميا البحر المتوسط، مش حمى البحر المتوسط. أما الطفل ده بقى فده مصاب بمرض أنيميا المنجلية، والطفلة دي مصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي. الأمراض الثلاثة دول يجمعهم سبب واحد: جواز القرايب. هنا بقى في أسئلة لازم نسألها لنفسنا: هو إيه علاقة زواج القرايب بالأمراض دي؟ وإيه خطورة الأمراض دي؟ وإيه هي نسبة انتشارها؟ طب لو شاب وشابة قرايب وبيحبوا بعض، ما يتجوزوش بقى عشان في احتمال إن هم يخلفوا أطفال مصابين بالأمراض دي؟ هي دي بقى الأسئلة المهمة، تعالوا نجاوب عليها من غير كلام نظري صعب ومن غير ما نتعمق في الطب. وما تقلقوش، هتفهموها كويس جدا. استنوا معانا لآخر الحلقة عشان نحل اللغز ده. القصة الأولى بيت الحاج عبد العاطي. الحاج عبد العاطي راجل فلاح أصيل، جوز بنته الكبيرة يبقى ابن أخوه، ما هو الدم ما يطلعش بره زي ما بيقولوا. بعد سنة اتولد حفيده، طفل جميل، لكن بعد أسابيع ابتدوا يلاحظوا إن لون جلده مصفر جدا وعينه لونها مختلف. لفوا على الأطباء وعملوا فحوصات، والتشخيص أنيميا البحر المتوسط، مرض وراثي بيحتاج نقل دم طول العمر. جسمه مش قادر يكون هيموجلوبين طبيعي، الهيموجلوبين اللي جوه كرات الدم الحمراء كميته قليلة. ولفظ أنيميا أو فقر الدم معناها يعني نسبة الهيموجلوبين قليلة في الدم. البيت اتقلب مستشفى، كل أسبوع نقل دم، كل شهر علاج جديد. العيلة كلها بقت عايشة على أعصابها. أم يوسف بنت من قرية صغيرة في الصعيد اتجوزت ابن عمها زي ما العيلة عاوزة. أول سنتين كانوا زي العسل لحد ما خلفت يوسف اتولد شكله طبيعي، بس بعد شهور الأم لاحظت إنه مش زي باقي الأطفال، ما بيزحفش، ما بيحاولش يقف، مش قادر يرفع راسه، لحد ما نفسه حتى بقى صعب إن ياخده. لفت على كل الدكاترة وكلهم أكدوا نفس التشخيص: يوسف عنده ضمور عضلي وراثي. الصدمة كسرتهم، كانوا فاكرين الموضوع صدفة، لكن لما خلفوا للمرة التانية والمرة دي بنت، اتولدت بنفس المرض. عذاب ما بعده عذاب، ومعاناة ما بعدها معاناة. والأهم من العذاب إن تكلفة العلاج غالية جدا جدا جدا. الطفل أو الطفلين كل واحد بيحتاج حقنة أو حقنتين بس عارفين تكلفة الحقنة الواحدة كام؟ $1,000,000 مش جنيه. طبعا ام يوسف جت في يوم وانهارت، بتبكي وبتقول ما بينها وبين نفسها: يا ريتني ما اتجوزت من العيله. اللي سمعناه ده مش مجرد حكايات وقصص، دي نماذج حقيقيه اللي ممكن تحصل نتيجه جواز القرايب. الجينات يا جماعه بتلعب لعبه اليانصيب. لما الاتنين من نفس العيلة بيتجوزوا، احتمالية ان اطفال مصابة بالامراض الوراثية بتكون اعلى، والنتيجة معاناة للاب والام والطفل طول العمر. بصوا يا جماعة، ببساطة كده لما اتنين من نفس الدم يتجوزوا، الجينات بتلعب لعبتها زي ما قلنا لعبة اليانصيب. لو في جين بايظ في العيلة، وارد ان الاب والام كل واحد فيهم يكون عنده نسخة واحدة بس من الجين البايظ ده، الجين المعيوب. الأب والأم ظاهريا كل واحد فيهم سليم ومش مصاب بالمرض، لا ظاهر عليه ولا بيعاني منه، لكن كل واحد فيهم عشان عنده نسخة واحدة بس من الجين البايظ أو الجين المعيوب فيتقال عليه حامل للجين المسبب للمرض. المشكلة بتحصل لما الأب والأم يورثوا الجين البايظ لعيالهم. العيال ساعتها بيكون عندهم نسختين من الجين البايظ ده، نسخة من أبوهم
ونسخة من أمهم، والنتيجة أمراض تقيلة لأن الطفل ساعتها اسمه مصاب بالمرض. طب إيه أشهر الأمراض اللي بتحصل في جواز القرايب؟ أنيميا البحر المتوسط أو الثلاسيميا، اللي الطفل كرات الدم الحمراء عنده حجمها صغير والهيموجلوبين اللي فيها قليل. وفي الأنيميا المنجلية، كرات الدم بتتشوه، بتبقى شكلها زي الهلال أو المنجل، مش كروية زي الطبيعي، وبالتالي الهيموجلوبين اللي فيها برضو قليل. في بقى مرض ضمور العضلات الشوكي، اللي فيه العضلات بيحصل فيها ضمور عضلة ورا عضلة، حتى عضلات التنفس تبطل تشتغل والطفل نفسه يقف. السؤال المهم، نسبة الجينات البايظة المعيوبة منتشرة قد ايه ما بين البشر؟ الإجابة الجينات دي كده كلها على بعض موجودة في 10% من البشر، وخصوصا في منطقتنا العربية ودول البحر المتوسط. على فكرة ال10% دي نسبة كبيرة مش قليلة، يعني من كل 10 أفراد واحد منهم عنده جين معيوب. ولما يكونوا من نفس العيلة، مع احتمالات ان الاب والام كل واحد فيهم عنده نسخة من الجين المعيوب، يبقى ابنهم او بنتهم احتمالات الاصابة بالمرض اعلى. سامع واحد ورا شكله معترض بيقول ان هو عارف ان في ناس كتير متجوزين قرايب لكن عيالهم سلام. على فكرة كلامك مظبوط، وارد طبعا الموقف ده، بس برضه ده ليه تفسير وسبب علمي. ده بعد ان ربنا مسبب الاسباب رايد لهم السبب ده ان اطفالهم ما ورثوش ولا نسخة من الجين المعيوب، او ورثوا نسخة واحدة بس من الجين المعيوب، يا من الاب يا من الام، واسمهم ساعتها طفل حامل للمرض لكن ليس مصاب بالمرض. اصل نسبة اصابة طفل من ابوين معيوبين، يعني عندهم الجين المعيوب، 25%. ال20-25 ثانية اللي فاتوا دول رخمين شوية، لو حابين اسمعهم تاني، لو مش حابين خلاص مش مشكلة. لكن المهم بقى هو نهاية الفيلم وحل اللغز. الإجابة على السؤال ده إن العلم ما سابش حاجة. قبل أي جواز، وخصوصا لو كان في صلة قرايب، في تحاليل أساسية وأساسية جدا عن طريق عينة دم. 3 تحاليل أساسية يا ريت تكتبوهم ورايا. 1 صورة دم كاملة اللي هي CBC عشان تكشف الأنيميا أيا كان نوع الأنيميا. 2 الفصل الكهربائي للهيموجلوبين، اسمه بالإنجليزي هيموجلوبين إلكتروفوريسيس، عشان يكشف مين حامل المرض زي الثلاسيميا حتى لو ما عندوش أعراض. 3 حاجة تحليل الأنيميا المنجلية اللي هو سيكل سيل تيست، عشان يكشف مين هو حامل مرض الأنيميا المنجلية حتى لو ما عندوش أعراض. ال3 تحاليل دول لازم يتعملوا. أما التحليل رقم 4 بيتعمل بس لما يكون في مرض وراثي جيني معروف في العيلة، زي مرض ضمور العضلات الشوكي والهيموفيليا والتليف الكيسي، وعلى حسب نتائج التحاليل. لو طلعت سلبية أقول لهم اتجوزوا وعيشوا في تبات ونبات، ولو طلعت إيجابية إيه رأيكم بقى؟ ياخدوا الريسك، ياخدوا المخاطرة يعني ويتجوزوا وهم ونصيبهم؟ أكيد الإجابة لا، بس برضو الطب لقالهم حل. طب إيه الحل بقى؟ إيه حل اللغز وحل الموضوع؟ في حاجة اسمها الفحص الوراثي للأجنة. ما بقصدش الجنين اللي هو ليه راس ورجلين وإيدين وجسم، أنا بقصد الجنين وهو لسه في مرحلة الخلايا. بنقدر ناخد كم خلية منه، وده ما بيأثرش على الجنين. على الفكرة اللي عاوز يعرف ليه ما بيأثرش على الجنين يسألني في التعليقات وهنرد عليه. وبعد ما بنعمل كده، بعد ما بناخد الخلايا بنحللها عشان نتأكد ان الجنين ده ما عندوش الجين المعيوب اللي هو الجين البايظ، يعني جنين سليم، او عنده حتى نسخة واحدة بس، نسخة واحدة من الجين المعيوب، يعني حامل للمرض لكن مش مصاب بيه. احنا بنقدر نوصل الأجنة وهي في مرحلة الخلايا عن طريق تقنية الحقن المجهري، اللي ببساطة بنقدر نسحب البويضات من المبيض لخارج الجسم، وكل بويضة بنحقنها بحيوان منوي، ولما البويضة تتخصب وتنقسم وتعمل جنين عبارة عن خلايا، بناخد عدد من الخلايا دي ونحللها زي ما قلنا عشان نعرف مين جنين هو اللي سليم. كم أنت عظيم
أيها الحقن المجهري، نعمة علم ادهلنا ربنا، والحمد لله الحمد لله عندنا حالات كتير، حالات كتير ربنا جعلنا ليهم سبب ان هم يجيبوا طفل سليم اتمتعوا بيه قدامهم وهو بيكبر بصحة وعافية. مش قلت لكم حل اللغز عندنا؟ طب ايه المشكلة بقى؟ المشكلة التحاليل دي موجودة والكل لازم يعملها قبل الجواز. فاكرينهم؟ اولهم صورة دم كاملة، 2 الفصل الكهربائي للهيموجلوبين هيموجلوبين الكتروفوريسيس، 3 تحليل الخلايا المنجلية سيكل سيل تيست مهمين جدا، و4 لو في مرض معروف في العيلة يبقى نعمل تحليل الجين الوراثي المسؤول عن المرض ده. المشكلة ان في ناس شايفة التحاليل دي اي كلام، مفيش اهتمام ومفيش التزام، لا بيعملوها ولا حتى بيسألوا عنها. هنا تبقى المصيبة، طفل يتولد ويتعذب طول عمره عشان ورقة اتزورت بقى او اتعملت بإهمال. يا جماعة التحاليل دي مش رفاهية، التحاليل دي صمام أمان. تخيل فرحة إن ابنك يجي سليم بمشيئة ربنا، طبعا مش هيعاني ولا هيبقى عالة لا على نفسه ولا على أهله. جواز القرايب يا إما يبقى نعمة لو خدنا بالأسباب، يا إما يبقى نقمة ومصايب. اسمعوا كلام العلم واعملوا الفحوصات واعملوا التحاليل، وخليكم سبب في حياة أهدى وأجمل لأولادكم. دمتم سالمين.